طيب الفئة اللي كانت عم تتهم النظام السابق انه هو نظام طائفي، هو ما كان طائفي، لانه كل اللي حواليه كانوا من السنة، كل المسؤولين اللي حواليه كانوا من السنة. 75 فوق ال 75% من الجيش اللي كان عم يحارب مع النظام، عم بيقاتل مع النظام، كانوا من السنة. ما شفنا مظاهر طائفية في سوريا عبر آلاف السنين أكثر من الحالة الطائفية اللي هلا عم بتعيشها. وأنا هلا رح أثبت لكم طبعا. يعني أنت كإنسان مسيحي أو درزي أو علوي أو شيعي أو مرشدي أو إسماعيلي، هل يوم حدا كفرك غير السني؟ لا. هل شي يوم مات حدا من أمواتك وقال لا تترحموا عليه غير السني؟ لا. هل في حدا وقفك بالشارع وسألك عن طائفتك غير السني؟ لا. هل في حدا بأعيادك قال لا تعايدوا لأنه ما سني غير السني؟ كمان لا. هل الشيعي فجر حاله؟ لا. هل المسيحي فجر حاله؟ لا. هل الإسماعيلي فجر حاله؟ لا. هل العلوي فجر حاله؟ لا. مين اللي بفجر حاله؟ فقط السني. مين بيقول أنا دين الصح والباقي كلهم كفار والباقي كلهم على جهنم غير السني؟ السني بس. يعني الطائفية ما أنا موجودة من دون وجود السني. يعني الطائفية تتناسب طردا مع السني. السني هو الطائفية والطائفية هي السني. لولا وجود السني في سوريا، خلونا نتخيل صورة بسوريا أنه لا يوجد سني، لا توجد طائفية، قولا واحدا لا توجد طائفية. لأنه لا العلوي بيكفر المسيحي، ولا المسيحي بيكفر العلوي، ولا الدرزي بيكفر المسيحي، ولا المسيحي بيكفر الدرزي. ما حدا له شغل بدين الثاني، مع انه مختلفين في الاديان ومختلفين في الاعتقادات، وكل واحد ممكن يقول انا ما بيعجبني هذا الاعتقاد عند الثاني، بس ما في حدا تدخل بدين الثاني، وما حدا حاول يفرض شريعته على الثاني، وما حدا حاول يفرض دينه على الثاني، وما حدا حاول يقلل الادب مع الثاني او يقول انا ما بعايده او ما بترحم على امواته من هدول الفئات. ابدا ما صار هذا الشيء ولا بيصير، لانه ما في شيء بعقيدتهم بايمانهم بيقول لهم اعملوا هذا الشيء. ما في غير السنه. طيب لما النظام الاسد سابقا قمع السنه، هل هن كانوا معناتها مظلومين؟ لا، كانوا هن الطائفيين الوحيدين اللي كانوا هن مانعين وجود الوحده الوطنيه. يعني اذا ما انقمعوا ما بده يصير في وحده وطنيه بالبلد، يعني بده يصير النسيج الاجتماعي مدمر. يعني مثل انت عندك 5 اولاد بالبيت، ولد واحد عندك يا طلع نرجسي بده كل شيء لإله، بفكر حاله هو احسن من اخواته، بده يضرب اخواته، بده يقتل اخواته، بده كل شيء لإله هو بس.